سمعت اخر نكته؟ لا. طب اسمع دي. واحد حجز اسبوع في الفندق هو ومراته، خلص الاسبوع وراح يدفع الحساب. الراجل قال له حسابك 10000 جنيه. قال له ليه؟ قال له 2000 جنيه حق استخدام البسين. قال له بس انا ما نزلتوش. قال له ما كان قدامك ما نزلتوش ليه؟ و3000 جنيه حق استخدام الجاكوزي. قال له يا عم انا ما جيتش جنب الجاكوزي. الراجل قال له ما هو كان قدامك ما استخدمتوش ليه؟ قال له ماشي هدفع لك بس هخصم منهم 7000 جنيه. الراجل قال له ليه؟ قال له حق معاكستك لمراتي. الراجل قال له بس انا ما عكستهاش. قال له وانا مال امي، ما هي كانت قدامك ما عكستهاش ليه؟ عنكبوت اتحمس عمل سجاده. محشش اسمه سالم زعل من اهله وقرر انه يسافر، وهو في طريقه للمطار شاف لوحه مكتوب عليها ارجع لنا يا سالم. رجع لاهله عيط ويقول طب ليه بتزعلوني؟ 3 اصحاب، واحد اسمه اخرس خالص، وواحد اسمه اخلاقك، وواحد اسمه مشاكل. ضاع مشاكل. راح اخرس خالص واخلاقك يعملوا محضر في الاسم، فاخرس خالص قال للمشاكل استناني على السلم وانا هدخل الظابط لوحدي. الظابط بيساله اسمك ايه يا ابني؟ قال له اخرس خالص. الظابط زعل وقال له فين اخلاقك؟ قال له مستنياني بره على السلم. الظابط قال له اه انت شكلك بتدور على مشاكل. قال له عرفت ازاي؟ سواق تاكسي ماشي بسرعه رهيبه، اللي راكب معاه صرخ فيه وقال له لا 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 انا ما اقدرش على السرعه دي. رد السواق قال له اعمل زيي. قال له اعمل ايه؟ قال له غمض عينيك. طب واحد ومراته قاعدين قعده رومانسيه، قعد يقول لها ان شاء الله يومي قبل يومك يا عمري، وهي تقول له لا ان شاء الله انا اللي يومي قبل يومك يا عمري، وهو يقول لها كده وهي تقول له كده، وجارهم سامحهم ومش عارف ينام، فراح خبط عليهم، فمرات الراجل قامت تفتح فبتقول مين؟ فجارهم ده قال لها عزرائيل. رجعت لجوزها وقالت له في واحد صاحبك على الباب عاوزك. سألوا محشش مين اطيب الناس؟ قال لهم صالح لانه كريم جدا وبيسقي كل الناس ميه. سألوه مين صالح ده؟ قال لهم معرفش بس دايما بشوف مكتوب ماء صالح للشرب. واحد حظه نحس، ركب ميكروباص، الميكروباص كله بنات، الميكروباص اتقلب لقى نفسه في حضن السواق. مرة ولد صغير سأل أبوه بابا أنت جبتني إزاي؟ الأب قال له بص يا حبيبي إحنا جبنا شوية سكر وحطيناهم تحت السجادة، جينا تاني يوم ورفعنا السجادة لقيناك تحتها. ففكر الابن كده شوية وقال فيها إيه لو أبقى أب أنا كمان من دلوقتي. فجاب شوية سكر وحطهم تحت السجادة. صحى تاني يوم لقى صرصار، فقال إيه لو ما كنتش ابني أنا كنت قتلتك. واحد محشش بيتهم بيولع، دخل جاب عياله وطلع، تاني مرة دخل جاب مراته وطلع، دخل تالت مرة البيت وطلع فاضي، ودخل رابع مرة وطلع فاضي. الناس استغربت قوي فسألوه انت بتخش وبترجع فاضي ليه؟ قال لهم بدخل اقلب حماتي. واحد مصري قالوا له هنغمض عيونك وهنحط مراتك بين 20 بنت وهنشوف هتقدر تتعرف عليها ولا لا. غطوا له عيونه وحط مراته بين 20 بنت وقعد يمشي قدامهم واحدة واحدة حتى وصل لمراته وقال هي دي مراته. الكل اتفاجئ وسألوه عرفت ازاي؟ قال لهم انا قلبي ارتاح لكل البنات سبحان الله الا دي. واحد غبي قوي عايز يسرق طيارة، فخد المسدس وجهز نفسه وركب الطيارة واتلخبط، بدل ما يخش غرفة الطيار خش غرفة التواليت في الطيارة. لقى راجل قاعد فصدر المسدس في دماغه وقال له نزلها في قبرص. مصر فتح محل حلويات في الخليج، قام واحد خليجي فتح جنبه محلين، واحد على اليمين واحد على الشمال. كتب على اليمين محطم الاسعار وعلى الشمال ارخص الاسعار. قام المصري علق لوحة وكتب عليها المدخل الرئيسي. طب اسمع دي، 2 محششين بيجروا بالموتوسيكلات وبيتسابقوا، فعملوا حادثه وراحوا المستشفى. الاتنين رجليهم اتكسرت، فاول واحد الدكتور جبس له رجله ما نطقش بولا كلمه، جه على تاني واحد قعد يصرخ ويعيط، وبعد ما الدكتور جبس له رجله وخرج اللي بيصرخ سأل التاني انت قوي جدا ازاي الدكتور جبس لك رجلك وانت ما اتكلمتش ولا كلمه؟ ده انا قعدت اصرخ. قال له عشان انت غبي كنت تعمل زيي. قال له اعمل ايه؟ قال له كنت تديله رجلك السليمه. ولد بيسأل ابوه بيقول له بابا هو انا لو نجحت هتفرح؟ ابوه قال له ده انا هموت من الفرحه. الولد قال له وانا ما اقدرش اعيش من غيرك انا سقطت.